السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهاردة بقى يا حبايب قلبي، طبعا زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتي ديت فراخ اللي هي الحمراء والفراخ اللي هي البيضة. زي ما انتم شايفين كده الفراخ بتاعتي ديت عمرها 35 يوم. انا بذبح على العمر 45 يوم. طبعا انا كنت بجيب لهم على طول اللي هي العلف، والاسعار راحت في دنيا تانية خالص. ربنا يسترها يا رب، اللهم امين. يعني انا رحت اجيب الشكارة العليقة. كنت بجيبها دي الاول ب600 جنيه، وكان ساعات يديني كمان 5 جنيه. دلوقتي بقى بجيب العليقة جايباها ب800 جنيه. يعني انا جبت الشكارة العليقة ب600 جنيه، كنت بجيبها ب600. رحت ان انا اجيب شجرة عليقة، لقيت الراجل بيقول لي ب800 جنيه. المهم انا جبت عليقة وجبت دش وجبت حاجات من ديت. فبعدين دخلت البيت لقيت حماتي بتقول لي يا سمر، هي العليقة عاملة كام؟ قلت لها العليقة ب800 جنيه. المهم انا ركزت مع الراجل، ما ركزتش مع الراجل، وما لقيته بيقول لي ب800 جنيه. لما روحت بقى البيت لقيت حماتي بتقول لي العليقه بكام؟ قلت لها ب800. قالت لي ايه؟ قلت لها ب800. قامت راح قالت لي لا، هتلاقي بس ب600، بس تلاقي ايه ما خدتش بالك. قلت لها ما الدنيا غلت. قامت راح قالت لي الدنيا غلت فين يا سمر؟ هتلاقيها غلت بس 50 جنيه ولا حاجه، قولي 100 جنيه غلت، لكن مش هتغلى 200 جنيه. المهم ايه، خدت الكلام وايه، وقمت رايحه للراجل تاني. قمت قايله للراجل إيه عندك غلطه يا عمو في الحساب؟ قام رايح قايل لي غلطه ايه؟ قلت له غلطه في 200 جنيه. قام راح قايل لي ليه يا بنتي؟ قلت له عشان انت عم بتديني العليقه ب600 جنيه، المره دي انت حاسبها لي على اساس 200 جنيه. قام باصص لي كده وضاحك، وقام راح قايل لي ايه، ما الدنيا غلت، لا ده العليقه ب800 جنيه. قمت له لا، يعني قول لما تغلى، قلت تغلى 100 جنيه مش 200 جنيه. قام راح قايل لي لا، غلت 200 جنيه بقت ب800. ربنا يسترها يا رب. المهم الفراخ بتاعتي ديت لسه قدامي 10 ايام وان انا اذبحها. هذبح اللي هم نوم بقى، هذبح اللي هي الفراخ البيضه ديت. طبعا الفراخ البيضه ديت انا ما بحبش ان انا اكبرها ولا حاجه. يعني ايه، انا الفراخ ديت عايزاها ايه، هعمل منها ايه بقى؟ طبعا هعمل منها اللي هي الفراخ للشوي، وهعمل منها اللي هو الشيش طاووق، وهعمل منها برضو اللي هو الفراخ اللي اقطعها بانيه. طبعا بقى كل سنة وانتم طيبين، داخل علينا رمضان، ربنا يجعله رمضان سعيد علينا وعلى المسلمين، اللهم امين، وربنا يسترها من الايام اللي جاية، اللهم امين. انا الفراخ ديت 10 ايام وان انا هذبح الفراخ البيضة. فطبعا بقى الجيش قال لك اتصرفي. طبعا انا على طول من اول ما انا بجيب الفراخ، يعني من اول عمر يوم لما لغايه ان انا بذبحها، على طول باكلها اللي هي العليقه. طبعا اللي هو العليقه المزارع اللي التركيز 21%. طبعا بجيب دي الاول وهم صغيرين العليقه اللي هي السمسم، وبعد كده بقى بجيب لهم الوسط لما لغايه ما انا باجي اذبحهم. طبعا بقى على طول الشكاره بتقضيني كام؟ بتقضيني 4 ايام 25 كيلو. 4 ايام ب800 جنيه، يعني كل 4 ايام عايزه 800 جنيه عليها بس. فبعدين بقى انا شغلت دماغي وقلت لا، الدنيا غلت. والمهم اعمل ايه بقى؟ اجيب اللي هو الدش الذره الاصفر معايا برضو، جايبه دش اللي هو الذره الاصفر، وقلبتهم على عيش، عندي بواقي عيش وحاجات من ديت، والعليقه اللي هي الوسط دي. فقلت بقى اقلبهم على بعض لمدة 10 ايام، وبعد كده انني اذبحهم. ومن ناحية برضو عايزة اقول لكم اللي الدش بينشف الفراخ وكده، زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بقى انا لازم ترفعي السقايات والعلافات على طول. قولي لي بقى طب ليه؟ عشان يشربوا هما واقفين كده، ما يناموش كده على الارض، لا يشربوا هما واقفين كده، وتحسي اللي الفرخه اليوم بيومين ما شاء الله، اللهم بارك. طبعا بقى وعايزه اقول لك على حاجه برضو، احنا في السقعه بالذات وانت بتعلفي الصبح، لازم الميه تكون دافيه.
ولا سخن قوي ولا ساقع قوي. قوليلي ليه؟ عشان تدفي بطنهم وكده. وطبعا على طول انا اللمبه في وسط في وسط الفراخ زي ما انتم شايفين كده. يعني انا على طول بسبع الفراخ في البوكس اللي انا كنت وريتهولكم في فيديو قبل كده. ودلوقتي محوطه لهم المكان دوت ايه وحاطه فيه اللمبه وسندها على الكرسي اللي انتوا شايفينه دوت. ومن ناحيه بقى الحته تكون واسعه وتحسي ان اليوم بيومين. ما شاء الله اللهم بارك. وعايزه اقول لكم يا حبايب قلبي اللي اشتركش معايا في القناه يشترك معايا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.